مفرمه في الاهلي، والاهلي متعود عليها، ومعانا مدير فني ان شاء الله هيعالج كل حاجه وبيعالجها من اول الموسم. هنتكلم في كل اخبار النادي الاهلي، وهنتكلم في مباراه فيوتشر وعرض النصر السعودي لمحمد الشناوي. ولكن نبدا حلقتنا ببسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مفرمه في الاهلي من بدايه الشهر ده النادي الاهلي هيلعب 8 ماتشات في 24 يوم. 8 ماتشات في 24 يوم. لك ان تتخيل ان الاهلي كل يومين مباراة. الاهلي بيدفع ضريبة نجاحه. وبعيد الكلام تاني عشان خاطر الاهلي ياخد بطولة افريقيا، لا نضغط له الماتشات. الاهلي هيلعب في بطولة افريقيا كاس الرابطة، يقول لك لا مش هنأجل ماتشات، برغم ان في بطولة افريقيا دي كاس الرابطة، بطولة افريقيا اللي احنا اخدناها، كان النادي الاهلي عنده مباراة كانت يوم 30، مش فاكر كان مع مين، واحمد دياب رئيس الرابطة عمل مباراة الاهلي يوم 27. الاهلي ما كانش عنده حاجة 24 و25 و26 و27، واحمد دياب قال لك لا مفيش تأجيل. الاهلي قال لك خلاص مش هلعب. ففي ضغط كبير جدا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ولكن معانا مارسيل كولر باذن الله قدامنا 3 ماتشات: الاتحاد، الاسماعيلي، فيوتشر. باذن الله نخلص الماتشات دي ونحسم الدوري، وبعد كده نبدا نريح الناس ونعمل سياسه التدوير باذن الله عشان خاطر الاصابات والفتره اللي جايه من اللعيبه والاجهادات باذن الله. فالمفرمه دي ان شاء الله معانا مارسيل كولر باذن الله يحل كل حاجه، لانه هو اتعود على كده وعود لاعيبته ان مفيش احتياطي ومفيش اساسي. معانا ناس من بره، اي نعم في بعض اللعيبه المفروض تاخد فرصه زي سافيو، زي ايمن اشرف، زي غيره، ولكن هو عود اللعيبه اللي بيعتمد عليها ان مفيش حد بره افضل من اللي جوه، ولا في حد في اللي جوه افضل من اللي بره، الكل زي بعضه. وان شاء الله سياسه التدوير تفيد النادي الاهلي باذن الله. محمد شناوي وعرض من النصر السعودي. اولا طلع مسؤول من النادي الاهلي قال لا يوجد عرض لمحمد الشناوي نهائيا. العرض اللي جاي لمحمد الشناوي من النصر السعودي الكلام ده من فتره، وكان 80 مليون جنيه في الموسم، والاهلي رفض. ومارسيل كولر قال لك انا محتاج محمد شناوي، وقال في اولويات ليا في التشكيل الاساسي بتاعي، زي محمد شناوي، زي اليو ديانج، زي محمد عبد المنعم، زي حسين الشحات، زي محمود عبد المنعم كهربا، زي محمد هاني، زي بيرسي تاو، زي علي معلول. قال لك انا عندي اولويات، محمد شناوي ما يمشيش. فكل الموضوع ده حصل من فتره والنادي الاهلي رفض، ولكن مسؤول في النادي الاهلي قال لك لا يوجد اي مفاوضات من النصر السعودي لمحمد شناوي، ومحدش يتكلم في اي مفاوضات نهائيا، لان مفيش اي حد ومفيش اي حاجه حصلت من الكلام ده كله. واحنا هنحافظ ان شاء الله الفتره الجايه على النادي الاهلي، لان احنا برضو محتاجين القوام الاساسي. مش هنفرح بالصفقات او مش هنفرح بالناس اللي احنا بنبيعها وبنجيب فلوس كتيره فيها، وفي الاخر النادي الاهلي يحصل دروب معاه، تشكيل يبقى مش قد كده. الاهلي بمنحدر عارفين الكلام ده، ولكن في عمود رئيسي للنادي الاهلي، وفي كوان رئيسي للنادي الاهلي، وفي اسس في الملعب في التشكيل نفسه ما ينفعش نتنازل عنه زي محمد الشناوي. ما ينفعش. مصطفى شوبير كان كويس جدا في مباراه الوداد في مصر، لكن محمد الشناوي برضو مفيش خلاف عليه، والنادي الاهلي عايز يحافظ على قوامه الرئيسي في الاول وفي الاخر. هنروح لمحمود البنا ولجنه الحكام وبريرا. للاسف اللي انا مش بريرا جاي يقضي وقت، جاي يريح ناس معينه. اتحاد الكوره، لجنه التحكيم، فين الشغل اللي بيعمله؟ هتقول لي فين الشغل؟ هقول لك تعالى اقول لك فين الشغل. في مباراه الاهلي اعتقد الاخيره، الكوره اتلعبت اللي احنا اتكلمنا فيها كتير، ضربه مرمى، حسين الشحات كان في الاوفسايد، الحكم رفع، حكم الملعب هشام ابو فله او مش عارف هشام مين الفلال رفع ايده، صفر اوفسايد. ازاي اصلا هو ضربه المرمى ما فيهاش اوفسايد؟ فالشغل بريرا فعلا واضح.
فمحمود البنا هيكون حكم للنادي الاهلي وفيوتشر بكره باذن الله في الدوري. ومحمود البنا كده مش هيحكم مباراه الاهلي، لان بريرا قال لك مش هجيب حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك المباراه اللي جايه. هل هيكون امين عمر؟ هل هيكون محمد عادل تاني حكم الاحتواء؟ هل هيكون طارق مجدي؟ هل هيكون مين؟ الله اعلم. فمحمود البنا هيكون حكم بكره في مباراه الاهلي وفيوتشر في استاد والسلام. حاجات كتيره هتقابل النادي الاهلي، الملعب، الارضيه، ولكن اللي عايز يكسب ما يبصش لاي حاجه. اي نعم علي ماهر بيلعب ضد النادي الاهلي دفاع منطقه، ومحدش يقول بيفتح خطوطه قدام النادي الاهلي، بيفتح خطوطه قدام الناس التانيه، ولكن عنده تحدي كبير جدا ضد النادي الاهلي، وده حقه الشرعي وبراحته، وده حقه فعلا، حقه شغله، ضميره في شغله. ولكن العصبيه اللي بتقابلنا من علي ماهر من اللعيبه نفسها دي اللي بتبقى غريبه شويه. ولكن النادي الاهلي باذن الله قدها ان شاء الله. حسين الشحات موجود بكره ان شاء الله في مباراه فيوتشر، وان شاء الله ربنا كريم ويكرم لاعبي النادي الاهلي باذن الله، وربنا كريم باذن الله وما يكونش فيه اي اصابات للاعيبه. مباراه الزمالك والنادي الاهلي، لو الاهلي اتعطل في مباراه فيوتشر، في مباراه الاتحاد، في مباراه الاسماعيلي، وما قدرش يحقق ال9 بونت، هتكون مباراه الزمالك يوم 13/7 هي المباراه الحاسمه للدوري. دي اصلا بطوله لوحدها، وانك تحسم الدوري قدام الزمالك دي بطوله لوحدها. مباراه الاهلي والزمالك بتكون بطوله لوحدها، غير الدوري، غير اي حاجه. ان شاء الله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها، وربنا يكرمهم باذن الله، وربنا كريم ويبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي، ومارسيل كولر يبدا في سياسه التدوير، عشان في لعيبه محتاجه تاخد فرصه باذن الله هتثبت نفسها ان شاء الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك، وشكرا للتفاعل على الحلقات اللي فاتت، واتمنى التفاعل من حضراتكم. اضغط اللايك الجميل واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا ان شاء الله. السلام عليكم.